انا عملت العمره في 6 ساعات. كام يابا؟ في 6 ساعات. لما احنا نزلنا باص نزلنا او بياخدنا عند محطه اسمها محطه فتح عامر، دي ناحيه ابواب غزه. دي اعتقد باب بعيد قوي كده، اعتقد الباب بتاعها كان مش عارف 100 وكام، 100 حاجه و20، 100 حاجه و50 حاجه كده يعني. فبتنزل طبعا هناك الحرس شداد جدا، وده حقهم طبعا لان هم بيشوفوا كميه بشر كتيره جدا ونوعيات بشر مختلفه جدا، فطبيعي جدا تنزل الناس كلها ماشيه مع بعض لحد ما بتوصل لنقطه معينه بيقول لك المعتبرين من هنا، الغير معتبرين من هنا، وبتخش بقى معاهم في الجزء بتاع المعتبرين لان هو ده الطريق اللي هيوصلك على الصح. مشينا معاهم، فضلنا ماشيين بتاع ربع ساعه كده لحد لما الاقامه بتاعت صلاه العصر اقامت، فوقفنا نصلي في مكاننا طبعا على الارض زي ما هي كده. ما كانش معايا سكه صلاه، يا دوبك اللي هو بتقلع الشبشب ونصلي على الارض بقى. بعدها بيبقى في صلاة على الأموات، بعد كل صلاة عندهم بيصلوا الفرض وبعد كده بيصلوا على الأموات، كده بتبتدي في تكمل بقى تشوف دنيتك هتعمل إيه يعني. دخلنا صلينا العصر وبعد كده كملنا في المشي. إحنا كنا عايزين نوصل لحد المكان اللي نبدأ منه الطواف، مكان اسمه الطواف. طبعا إحنا عشان جايين من محطة فتح عامر وأبواب غزة، فضلنا ماشيين مثلا بتاع كمان نص ساعة بالعرض يعني موازيا للمباني بتاعت الحرم اللي هناك، لحد لما وصلنا البوابة. هناك طبعا الدنيا زحمة ترس، فلازم تخلي بالك لو أنت رايح تبقى ماسك نفسك في الارض عشان في زحمه وزق وتخبيط وكده. ولو معاك حد برضه معاك ستات، خليك انت في الظهر وهي قدامك، وحاول تبقى محجز بايدك يمين وشمال علشان طبيعه الحال في زق وكده عشان بسبب الزحمه يعني. فالمهم دخلنا وقفنا مع الناس ودخلنا الباب. طبعا لحظه اللي بتوع عينك على الكعبه يعني اللي هي احساسها سبحان الله احساس مميز يعني، ربنا يكتبها للجميع يا رب يعني. اول ما بتخش يعني أنا لمحت الكعبه كده، لمحتها بس كده طبعا من الزحمه. بتخش الستات بتخش بالشباشب بتاعتها عادي، والرجاله بتخش عادي صراحه، بس يعني في ناس من نفسها بتخلع الشباشب وتحطها في الشنط اللي على ظهرها يعني. وابتدينا رحلتنا مع الطواف. طبعا الصحن عند الكعبة زحمة جدا. دخلنا يا دوبك بالزق عرفنا ننزل تحت عند الحتة بتاعت صحن الكعبة، زحمة جدا. الناس طبعا من جمال الموقف طالعين تليفوناتها بتصور. فخدت القرار ان هو احنا لا، احنا هنلف من الدور الاول لان في الصحن الناس زحمة جدا اصلا، تقريبا مش بيلفوا اصلا. طلعنا في الدور الاول علشان نبتدي رحلتنا مع الطواف. طبعا المحيط بتاع اللفة في الدور الاول تقريبا تاخد 3 اضعاف الوقت اللي موجودة في لو لفيت في الصحنة. لفينا الطواف تقريبا في 18 دقيقة مثلا. وطبعا انت بتلف مع الزحمة، انت معاك ستات وناس صغيرة وعواجيز وناس على كراسي بعجل، فانت لازم تادجست وتتكيف مع البيئة المحيطة يعني. احنا ابتدينا في الفترة اللي هي ما بين صلاة العصر او ابتدينا بعد صلاة العصر على طول، فانت بتحاول تمشي بأسرع ما يمكن علشان تحاول تنجز ما يمكن انجازه قبل ما المغرب يدن. طبعا في الفترة اللي هي ما بين العصر والمغرب بتبتدي الناس اللي جوه الحرم سواء كانوا مسؤولين او سكيورتيز مثلا او حرس او متطوعين ان هم بيبتدوا يستعدوا ان هم يوزعوا زي اكل وشرب على المعتمرين والناس اللي موجودة في الحرم علشان يبتدوا يكسروا صيامهم. من الحاجات اللي هم كانوا بيوزعوها قبل الفطار كان في تمر، خبز اللي هو التميس، طبعا ميه، معجنات في زي السندوتشات الجبنه مثلا بس. ولو انت قاعد في مكان من بدري من الحتت اللي هم فارشين فيها زي شمع وبيوزعوا وجبات، فانت بتاخد وجبه بيبقى فيها ميه وخبز تميس وزبادي بمعجون كده او باودر بيحطوه على الزبادي والتمر طبعا. فلفينا لحد أذان المغرب. لفينا بتاع 6 اشواط او 5 اشواط ونص، واحنا في نص الشوط السادس خلاص ابتدوا ان هم يحركوا الناس عشان يقعدوهم في اماكن علشان المغرب هيدن والناس علشان تبدا تشق صيامها. بالفعل قعدنا شقينا صيامنا على الحاجات السناكس اللي هم كانوا موزعينها في الحرم. بعد كده اول ما بتشق صيامك بتبقى هي الفتره بين الاذان والاقامه بتاع المغرب، بتقوم تصلي المغرب، بعد كده بقى في صلاه على الاموات، وبعد كده بتبتدي تكمل لحد صلاه العشاء. صلاه العشاء في الوقت اللي انا رحت فيه كانت بتبدا 8 ونص. في الفتره دي كان العدد قل شويه عند الصحن من تحت قدام الكعبه، فقدرت ان انا انزل الف اخر شوط او اخر شوط ونص قدام الكعبه. بعد ما خلصنا الطواف طبعا كان لازم ان احنا نصلي ركعتين خلف مقام سيدنا ابراهيم يعني. صليناها طبعا في اي حته في الحرم لان المكان زحمه جدا. وبعد كده انتقلنا للرحله بتاعه السعي بين الصفا والمروه. كانت لطيفه جدا طبعا، كانت زحمه ومع ان احنا من اول يوم الصفا احنا في الرحله بتاعتنا من ابو ظبي لحد مكه، فالموضوع مرهق بالنسبه لنا جدا بس الحمد لله ربنا يتقبله منا يا رب. خلصنا الاشواط. طبعا انت المبنى فيه اكتر من دور، احنا طلعنا مثلا الدور الثالث وكان ما شاء الله ستيل زحمه. فوق حلو بقى ان هم عاملين مكان مخصص للناس اللي بتمشي يعني، ده اللي رايح والجاي دي اماكن الناس بتمشي فيها، وفي النص في اماكن مخصصه للكراسي المتحركه يقدروا ان هم عشان ما يضايقوش او يخبطوا في حد من الناس اللي ماشيه. وفي
وفي اخر دور خالص بيكون في اللي هم الجولف كارتس للناس اللي هي مش قادره تمشي خالص. طبعا بيبقى مقابل مبلغ بتدفعه، يعني اعتقد 100 ريال لو انا مش غلطان يعني للفرد. بتطلع وبتخلص عمليه الجزئيه بتاعه الصفا والمروه عن طريق الجولف كارت. وانس ان احنا خلصنا بتبتدي ان انت تتحرك بقى للمخرج، بتمشي مع الناس كلها للمخرج وبتنزل بقى لو انت معاك مقص علشان تتحلل، او بتتوجه يعني للحلاقين، او بتشوف هتعمل ايه يعني علشان تفك احرامك يعني او تنهي احرامك. من الحاجات الكوميديه بقى اللي حصلت ان احنا خلصنا السعي بين الصفا والمروه، هو في مخرج واحد بس. فين المخرج؟ هو مخرج واحد بس اللي احنا متوجهين ليه وكل الناس رايحه له. وانت ماشي طبعا شايف ناس بتقص شعرها عشان يتحللوا من العمره. احنا على الابيض، احنا رايحين مش معانا مقص، تمام؟ وبالتالي فانت لسه على العمره بتاعتك، لسه ما فكتش احرامك، فانت لازم تلتزم بكل مناسك العمره لحد لما تقص الشعر. اول ما خرجنا خالص لقينا العشاء اقامت، صلينا العشاء، بعد كده التراويح بعدها على طول صلينا ركعتين تراويح، وبعد كده عايزين بقى خلاص عايزين ناكل لان احنا مش واكلين بقالنا كتير قوي يعني، من اليوم اللي قبله احنا ما اكلناش. عايزين نخرج. فين المخرج يا جماعه؟ طوالي المخرج فين؟ قدام. المخرج فين؟ قدام. فضلنا ماشيين قدام مع الحشود لحد لما وصلنا لمحطه الاتوبيس. يا جماعه محطه الاتوبيس رايحه فين؟ رايحه محبس الجن. ايه محبس الجن ده؟ هو رايح هناك. طب يا جماعه احنا عايزين ناكل، في اكل هناك؟ انزل عند محبس الجن، هو عنده مطاعم وبتاع. احنا مش فاهمين ايه محبس الجن، ولا هو فين، ولا بعيد قد ايه، ولا اي حاجه، مش فاهمين اي حاجه. طلعنا واحد من الاتوبيسات اللي موجوده اللي احنا لقيناها في وشنا، تقريبا كلهم طالعين محبس الجن. نكلم السواق بتاع الاتوبيس، راح فين يا ريس؟ انا نو سبيك انجلش. طب وير ار يو جوينج؟ انا نو سبيك عربيك. العكس. بنبص على الناس اللي حوالينا في الاتوبيس، ناس اصلا من الناس اللي هم من شرق اسيا ولا عارفين نتواصل معاهم لا بالعربي ولا بالانجليزي. طب نعمل ايه؟ خلاص احنا هنركب وننزل في اول محطه يقف فيها يعني. وبالفعل ركبنا معاهم ونزلنا في اول محطه بعد النفق، ما اعرفش ايه النفق، بعد النفق على طول. قعدنا نبص حوالينا. اول حاجه احنا عايزين ناكل وعايزين نتحلل نفك احرامنا. فاول نقطه بصينا في ايه حوالينا، لقينا بازار الحمد لله. دخلنا جبنا منه مقص وقصينا واتحللنا والحمد لله عشان نكون خلصنا العمره بتاعتنا. الجزء التاني اللي احنا عايزين ناكل. طب في اكل حوالينا؟ احنا مش شايفين ولا مطعم حوالينا، شايفين فنادق بس. طب احنا عايزين نطلع اصلا، في مواصلات بتخش شايفين باصات بس، واحنا اصلا المنطقه بتاعتنا اللي الفندق بتاعنا فيها بعيده عن المكان اللي احنا فيه. فطبعا هو واحد بس اللي بنلجأ له في المواقف دي وهو كريم. قعدنا ندور على مكان ناكل فيه جنب الفندق يكون رز وفراخ وكده، فالحمد لله ربنا وفقنا ولقينا الطازج جنب الفندق، بعيد عن الفندق كده بتاع 10 دقايق مشي كده. جبنا كريم وحطينا العنوان على طازج اللي جنب الفندق واستنينا عشان يوصل. فمش تقريبا علشان المنطقه اللي حوالين الحرم من كتر ما هي زحمه تقريبا كانوا قافلين المداخل وسايبينها بس للاتوبيسات، لان هو اخد كتير عقبال ما يوصل لنا، خد تقريبا بتاع 20 دقيقه عقبال ما يوصل لنا. ولما وصلنا علشان الطريق زحمه وفي طرق كانت مقفوله، فاحنا وصلنا للمكان المطعم بعدها ب 40 45 دقيقه، لان هو في الوضع العادي ممكن ياخد 15 دقيقه مثلا. طبعا انا لسه لابس لبس الاحرام، دخلت على المطعم جبنا الاكل. طبعا احنا وصلنا المطعم الساعه كام؟ الساعه 11 بالليل. ودي كانت اول وجبه بروبر ناكلها من اليوم اللي قبله، من لما ضربنا الفول في المطار اليوم اللي قبله يعني. اكلنا استقنيصنا، خدناها ماشي صلانسيه لحد الفندق وطلعنا. كنا جاهزين ان احنا ننام بس اليوم اللي بعد. طبعا بعد ما وصلنا لازم تتشطف بقى وتجهز للنوم. اوتوماتيكلي الدنيا خدتك لحد الساعه 12 واحده بالليل. جوعت تاني، ابتديت تاكل الاكل المتبقي اللي جبته من الطازج. فجاه لقيت نفسك الساعه 2 بالليل وانت محتاج تصحى اليوم اللي بعده عشان تصلي. اليوم اللي بعده كان جمعه، فانت محتاج تصحى بدري. الباص بيتحرك من الفندق الساعه 4 الفجر عشان لو انت عايز تصلي الفجر، اتحرك الساعه 10 الصبح عشان لو انت عايز تصلي الجمعه في الحرم. طبعا عشان اكون صادق يعني انا ما قدرتش اصحى عشان اصلي الفجر يعني، بس الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نصحى نكون جاهزين تاني يوم ان احنا نروح نصلي الجمعه في الحرم. طبعا احنا قعدنا ليلتين في مكه. اول يوم الحمد لله عملنا فيه عمره. اليوم التاني كنا رحنا الحرم عشان نصلي الجمعه، بس ما قدرناش ان احنا نرجع تاني العصر والمغرب عشان الزحمه والحر كان قوي قوي يعني ساعتها. فصلينا عادي في الجوامع اللي حوالين الحرم اللي جنب الفندق يعني. وكان طبعا حبيبنا في الايام دي كلها في الفطار هو صديقنا العزيز الطازج، حلو جدا صراحه، حلو واسعاره كويسه جدا. فاحنا في اليومين اللي احنا قعدناهم دول في مكه عرفنا ان احنا نروح الحرم مره ساعه لما عملنا العمره، مره التانيه لما صلينا الجمعه، المره التالته كان فجر اليوم اللي احنا ماشيين فيه رحنا نصلي الفجر هناك. بس طبعا لانك مش معتمر فانت ما بتخشش في الحته اللي هي عند الصحن بتاع الكعبه، بتصلي بره او حوالين الحرم، او لو انت الفندق بتاعك قريب مثلا من المداخل بتاعه الحرم وقدرت ان انت تطلع في الادوار اللي فوق خالص فده ممكن. لكن احنا حظنا لان احنا الاتوبيس بتاعنا او المدخل القريب من الفندق عندنا هو مدخل بعيد نسبيا عن جوه، فاحنا صلينا بره الحرم يعني في التوسعات الجديده اصلا which is fine يعني. اهم حاجه ان احنا رحنا هناك يعني. بس بقى
دلوقتي انا محتاج اروح المدينه، بس مش دلوقتي الصراحه لان الوقت اتاخر، الدنيا ضلمت يعني. استنوني في الفيديو الجاي احكي لكم عن رحلتي في المدينه كانت عامله ازاي. تابعوني وما تنسوناش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب، كومنتات بقى، رحتوا مكه قبل كده رحتوها ازاي، رحتوا المدينه قبل كده رحتوها ازاي. استنوني في الفيديو الجاي. سلام.